السلام عليكم إخوتي المتابعين، معكم أخوكم أسامة في قناة ويبوستي سيكيورتي. واليوم سنشرح درس كيفية إضافة موقع على خرائط جوجل أو صورة على خرائط جوجل. كل ما عليك هو الذهاب إلى موقع جوجل ثم تختار الخرائط. تختار الخرائط ثم تكتب موقعك أو الموقع الذي تريد إضافته. مثال زائر العاصمة. مثال فقط، مثال يمكن أن أجرب عليه. بعد أن يظهر الموقع يظهر بشكل خرائط كما تلاحظون، خرائط طرقات. يمكن الضغط هنا على ايرث أو الأرض لإظهار المباني بالشكل الحقيقي بدون خطوط. كما تلاحظون المباني ومجمعات سكنية. لإضافة الموقع كل ما عليك هو كتابة اسم. مثال تريد إضافة متجر أو محل أو مقهى، تكتب فقط مقهى. مثال إدخال المواقع الخاطئة أمر غير مسموح به. فقط مثال اكتب اسم غير متوجه، لأنه إذا كتبت اسم متوجه يمكن أن يقوم بالبحث عنه. فقط قم بإدخالها أسماء غير مفهومة مثل هكذا. نعم، ثم اضغط إضافة المكان المفقود. كما تلاحظون تظهر لك علامة تقوم بتحريكها للمكان الذي تريد إضافته. مثال هنا هذا بالقرب من مطعم، سنضع مطعم ليهم هنا. فقط نكتب اسم المكان مطعم أسامة. مثال يمكن إضافة متجر أو أي شيء. مطعم هنا. كما العنوان هذا المكان هو يظهر اوتوماتيكيا. اذا لم يظهر يمكنك ادخال العنوان الكامل. الفئة تختار الفئة. يوجد مطعم، منزل، متجر بقالة. كما تلاحظ عند متجر أجهزة. كما تلاحظ يمكن سيارات، خدمة إعادة السيرة الذاتية، سيارات. خلاص في الاسم هنا تسجيل متجر بطاريات، متجر السيارات. كما تلاحظ عدة خيارات تظهر. يمكن مركز حكومي، مركز بلدية، أو يمكن إضافة بلدية، مكتب ضرائب المدينة، مكتب البلدية، طبيب. مهم تظهر عدة فئات. تختار الفئة التي ينطوي تحت هذا المكان الذي تريد إضافته. مثال نحن في مطعم، نكتب مطعم فقط. مطعم أكلات. كما تلاحظ هنا مطعم مأكولات. ثم إذا كان لديك رقم الهاتف تضيف رقم الهاتف هذا المكان أو هذه المؤسسة. إذا كانت مدرسة أو ثانوي أو جامعة أو مركز حكومي لديك رقم هاتف تضيف رقم هاتف. إذا كان هناك موقع على الويب، إذا كان يحتوي هذا المكان على موقع على الويب تضيف الموقع. يمكن إضافة ساعة العمل، ليس مهم، ولكن هذه الأمور مهمة حتى تظهر في خرائط. تختار الفئة وتختار الاسم حتى يظهر المكان بوضوح. يمكن إضافة رقم الهاتف وموقع الويب ليظهر المكان بسرعة.
ثم نضغط إرسال. فقط نضغط إرسال. لا يوجد عنوان للأسف. نضغط إرسال هنا. كما تلاحظ قد تم القبول المكان بعلامة صح. هذا يعني أنه تم قبول هذا المكان. للملاحظة إذا كان المكان مسجل، مثال هذا المطعم مسجل في قائمة، تضغط عليه يمكنك أن تظهر هنا رقم الهاتف كما تلاحظ. فقط ننتظر بعض الوقت. كما تلاحظ يمكن إضافة حفظ، يعني هذا مكان مميز بالنسبة لك، يعني أنك زرته، أو علامة نجمة تظهر عليه علامة نجمة. كما تلاحظ هنا تظهر عليه علامة نجمة. يمكن كذلك تغييره أو إضافة تسمية. كما تلاحظ إضافة تسمية، يعني هذا المكان ماذا يقدم، الخدمات التي يمكن تقدمها. اقتراح تعديل، يمكن أن تعدل المكان هذا باقتراح تعديل إما اسمه أو وسينظر فريق العمل لجوجل في الأمر التعديل. إذا كانت المعلومات صحيحة يقوم بتعديلها. إضافة ساعة العمل، إضافة موقع على الويب كما قلنا، ويمكن إضافة صورة. إذا كان هذا المكان لديك صورة له تضغط على إضافة صورة وتختار صورة من الحاسوب الخاص بك، أي صورة، ثم تختار إضافة الصورة المعينة. ممنوع إضافة الصور المزيفة، هذا منصوص عليه في خاصية الاستخدام لمواقع جوجل أو خرائط جوجل. كما قلنا يمكن تعديل أو حفظ المكان الذي تريده، يمكن تعديل عليه هنا فقط بالضغط عليه. نعود إلى الأمر الآخر وهو إضافة الصورة، يعني أنك صورت مكان ولكن أنت هذا المكان ليس مؤسسة ولكن فقط صورة لطريق أو مكان عام. تذهب إلى هذا الموقع، هذا تضع لكم رابط أسفل الفيديو، ثم دائما تسجيل الدخول. كذلك تسجيل الدخول في خرائط جوجل، لا يمكن إضافة الأماكن بدون تسجيل الدخول. يجب إضافة عنوانك على يجب إضافة كما قلنا تسجيل الدخول. هذا الموقع يمكنك من إضافة صور إلى خرائط جوجل. كما تلاحظون هنا يمكن إضافة صورة هنا، كما تلاحظون الأماكن التي قمت بتصويرها. اضغط هنا على علامة الزائد. يمكن تضغط استكشاف خريطة العالم. أولا يمكن إضافة الصورة هنا، تختار الصورة التي تريد إضافتها. مثال هذه الصورة فقط مثال. ثم عند تحميل الصورة تختار إدراج الصورة على الخرائط، أو يمكن إضافة المزيد من الصور. تختار المكان الذي تريد إضافة الصورة فيه. المكان هنا إضافة الصورة، لا أعرف، وهران هنا.
هذا فقط لتجربة. نحن لا الصورة غير ليس مكانها الحقيقي. إذا وضعت الصورة في غير مكانها الحقيقي يتم التبليغ عنها وإزالتها مباشرة. يجب أن تختار صورة حقيقية وتختار مكانها الحقيقي. المهم تختار هذا الأمر، علامة صح، هنا ثم تلاحظ تظهر علامة الصورة عند الضغط على الخريطة، ثم تختار المكان الذي صورته فيه هنا كما تلاحظ، ثم تضغط تم هنا. يوجد علامات للأماكن التي يمكن تكون قريبة لهذه الصورة، ولكن يمكن اختيار علامة كما تلاحظ، يعني أنني عندما أضغط علامة صح يعني أنني قمت بتصوير هذا المكان. كما تلاحظ هذه المؤسسة أو هذا المطعم أو هذا الموقع، فتظهر يعني أني قمت بالتوجه إلى الكاميرا إلى هذا المكان، وهذا هو المكان الذي كنت واقف فيه وقمت بالتصوير. ثم تضغط تم. كما تلاحظ بابل، لا أعرف ما هذا الاسم، ولكن هذا المكان فقط يعني. أو إذا قمت بالتوجه إلى هذا المكان أضغط هنا، كما تلاحظ ينتقل، يعني أني قمت بتوجيه الكاميرا إلى هذا المكان وكنت واقف هنا أو كنت واقف هنا أو كنت واقف هنا. ليس عليك وضع الصورة في مكان الذي كنت تصوره، يعني أنا كنت أصور هذه المؤسسة ووضعت الصورة، لا، يجب أن تضع الصورة في المكان الذي كنت واقف فيه وتشير إلى المكان الذي كنت تصور إليه. إذا لم يكن هنالك المكان مقترح الذي كنت تصوره ليس مشكلة، فقط ضع الصورة على المكان الذي كنت واقف فيه فقط. هذه هي الوضع. ثم تضغط هنا تم. أنا لن أضيف هذا المكان لأن الصورة خاطئة. يمكن إذا هنا كما تلاحظ إضافة عنوانها، يمكن حذفها هنا أو بحذفها. هذا هو الشرح لهذا الموقع الذي يمكن من خلاله إضافة الصور. كما تلاحظون لقد أضفت عدة صور هنا، قمت بتصوير وإضافة الأماكن التي قمت بتصويرها. نعود إلى الخرائط كما قلنا. هذا هو الشرح. أرجو أن ينال إعجابكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو وكذلك الاشتراك بالقناة، لأن الاشتراك مهم يضمن لك وصول الشروحات والقادمة إن شاء الله، والدروس القادمة. هناك العديد من الشروحات للتطبيقات والبرامج لا تفوتك، وكذلك لا تنسى الإعجاب في صفحتنا على الفيسبوك، نحتاج إلى بعض الإعجابات. وكذلك زيارة المدونة عبر هذا الرابط webposty.blogspot.com، فيها الكثير من الشروحات للتطبيقات والبرامج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.